كل سنة وانتم طيبين. لو محتارين وبتدوروا على طريقة ممكن تعملوا بيها بسكوت ناجح وكمان ناعم وطعمه حلو، انا برشح لكم الطريقة دي. انا جربت طرق كتير جدا للبسكوت، لكن الطريقة دي تفوقت عليهم كلهم. انا معتمداها ليا فترة وما بغيرهاش ابدا ابدا. البسكوت ده اقتصادي جدا، ببيضة واحدة بس، وكمان من غير زبدة ومن غير مكنة. هنعمله بالسمنة. البسكوت فعلا دايب، بيدوب في البق دوبان. انا متأكدة كل اللي هيدوقه من ايديكي لازم هيسألك على الطريقة. تعالوا بينا يلا نبتدي وهقولكوا انا عملته ازاي. بس ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو. هنحتاج لوصفتنا النهاردة كوباية من السمنة. السمنة دي انا اخدتها من العلبة وحطيتها في التلاجة علشان تبقى ماسكة نفسها كده، يعني ما ينفعش نستخدم السمنة وهي سايحة. هنضيف ليها كوباية إلا تلت من السكر البودرة. أنا طحنت السكر ده في مطحنة الخلاط. ممكن نستخدم المضرب اليدوي أو المضرب الكهرباء عادي، مش هتفرق. أهم حاجة إن احنا لازم ندوب السكر كويس في السمنة. أنا استخدمت المضرب الكهرباء لسبب واحد بس، أنا كنت مستعجلة وطبعا عايزة أصور بسرعة الوصفة علشان أنزلها لكم. بنضرب السمنة مع السكر لغاية ما لونها يفتح كده، ونتأكد ان السكر خلاص داب. يعني هي حجمها مش هيزيد ولا اي حاجة لان احنا لسه ما ضفناش ليها البيض. هنضربها كويس ولازم نتأكد ان السكر كله اندمج مع السمنة. ده سبب اساسي بيخلي المادة الدهنية تفصل معاكي. بعدين لما هتأكد ان هو ده كويس هضيف البيضة، والبيضة لازم تكون طبعا في المطبخ مش من التلاجة. وضفت 2 باكت من الفانيليا. زي ما قلت لكم لازم ناخد كل السكر كده وندوبه كويس مع السمنه والبيضه، ما ينفعش نسيب السكر وهو على جدران الطبق كده، هيفرق معاكم كتير في الوصفه. النقاط الصغيره دي انتوا ممكن تستدفهوها، لكن هي ممكن تكون سبب من اسباب نجاح او فشل الوصفه معاكم. زي ما انتوا شايفين كل شويه بالسباتيولا بنجمع الحاجات دي اللي على جدران الطبق وننزلها مع باقي المكونات. ودلوقتي هنضيف 3 ملاعق كبار من الحليب. الحليب ده دافي ما هوش بارد. وكمان ملعقتين كبار من الزيت، وما تكتروش اكتر من كده في المكونات السايله علشان البسكوت ما ينشفش معاكم. انا ضفت مكون دلوقتي طبعا هو مش اساسي في البسكوت، ممكن تضيفوه او ممكن ما تضيفوهوش. ضفت ملعقتين كبار من جوز الهند. انا طحنتهم في مطحنه الخلاط. انا كل مره كده بحب اضيف حاجه جديده للبسكوت علشان يبقى طعمه مختلف عن كل مره. اذا انتوا حابين تضيفوه يعني براحتكم طبعا. بضرب الحاجات دي كويس جدا بالمضرب لغايه ما يندمجوا كلهم مع بعض. هيبقى القوام زي ما انتوا شايفين كده كريمي. بعدين هضيف دلوقتي ملعقتين كبار من النشا. النشا هيديني نعومه كده وقرمشه للبسكوته. وهضيف ملعقه صغيره من بيكنج باودر، مش حراميه يعني ما تملوهاش للاخر عشان البسكوته ما تفرش معاكم في الفرن. ودلوقتي هنضيف الدقيق. هضيف 2.5 كوباية من الدقيق. طبعا بننخل الدقيق قبل ما نستخدمه. لو انتوا حابين تعملوا بسكوت بطعم البرتقال ممكن تضيفوا فانيليا. البرتقال دي ممتازة جدا جدا وخفيفة. او ممكن تضيفوا ملعقة كبيرة من تانج البرتقال. لكن انا مش هضيف دي ولا دي لان انا اكتفيت بطعم جوز الهند. بلم العجينة زي ما انتوا شايفين بالراحة خالص خالص. طبعا هي مش واضح انها بالراحة ولا حاجة قدامكم علشان انا مجرية الفيديو. لكن بالراحة كده باطراف اصابعنا بنجمع العجينة لغاية ما تتشرب من كل المادة الدهنية اللي فيها. ما تعجنوش النواعم، ما بتتعجنش ولا البسكوت ولا اي نواعم هنعملها بتتعجن، لانك لو عجنتيها هتنشف معاكي، هتبقى البسكوته معضمه كده وناشفه. دلوقتي انا احتجت الملعقه كبيره من الدقيق. طبعا انت ممكن تحتاجي لها وممكن ما تحتاجيلهاش لان الدقيق بيختلف من مكان للتاني. بنفضل نجمعها كده. في الاول بتكون ماسكه في ايدينا وملزقه وبعدين بتطلع لوحدها كده. بصوا ايدي اهي بقت نظيفه. وده بيكون القوام المثالي للعجينة بتاعة البسكوت. بتكون طرية كده وما بتكونش ناشفة ابدا. ولما نيجي نضغط عليها بصابع ايدينا كده ما بيبقاش فيها اي تشققات. ده معناها ان خلاص المكونات زي الفل. لو شققت معاكي يبقى كده انت كترتي الدقيق. ده التيب اللي احنا هنستخدمه اللي هو القمع بتاع البسكوت. وده كيس الحلويات اللي انا بستخدمه. من جوه بيكون كده بلاستيك ومن بره بيكون قماش. بطبقه بالشكل ده وبعدين باخد قطعة من العجينة وبكورها بين ايديا كده علشان اطلع منها الفراغات عشان البسكوتة ما تتقطعش معايا. بص البسكوتة بتبقى كده نازلة بكل سلاسة وبتبقى سهلة جدا علشان احنا ما كترناش الدقيق. لو كترت الدقيق هتنزل معاكي بصعوبة جدا، ممكن تقطع الكيس وكمان ايديك هتوجعك. فما تكتروش الدقيق ارجوكم عن المكونات اللي احنا قلنا عليها. الصاجات اللي احنا هنستخدمها النهاردة افضل صاجات لتسوية النواعم عموما هي الصاجات الالومنيوم. احنا مش بندهنها باي سمنة ولا اي حاجة لان المادة الدهنية اللي في البسكوتة زي الفل. خلوا مسافة صغيرة كده بين كل بسكوتة والتانية. هقولكوا ازاي هنعدل البسكوتة ويبقى كله كده زي الفل، طبعا بالسكينة. بنفضل نرتب فيها كده فوق وتحت ونحركها.
هنكمل تشكيل الصينية بنفس الطريقة، ولما تحطوا عجينة البسكوت في كيس الحلواني ما تحطوش قطعة كبيرة من العجين علشان تنزل معاكم كده بكل سهولة. كده خلصنا اول صاجة معانا، شايفين شكله جميل ازاي، وكمان مش هتختفي ابدا ابدا الرسمة دي علشان احنا مش مكترين البيكنج باودر. المقدار اللي احنا عملناه النهاردة عمل لي الصاجتين الحلوين دول، على فكرة هم حلوين وفيهم بركة. هنسويهم ازاي؟ اهم حاجة بقى مسألة التسوية، وخدوا بالكم احنا بنكون مسخنين الفرن، لازم ندخل الصاجات دي على فرن سخنة جدا جدا، لو دخلتيها على فرن دافية او باردة البسكوت ممكن يفرش معاكي. بمجرد ما بندخل الصاجات جوه الفرن بنوطي درجة الحرارة على 180، وبنحط الصاجات دي على أعلى رف في الفرن. أنا ما بحبش أسوي النواعم أبدا في الرف اللي هو في النص علشان ممكن تتلسع معاكم بكل سهولة، وخصوصا مع الناس اللي هم المبتدئين. بتقعد في الفرن لغاية ما نلاحظ إن الجوانب بتاعتها أخدت اللون الذهبي، لغاية ما توصلوا يعني اللون اللي انتوا حابينه. في الوقت ده احنا بنطفي الفرن من تحت، وبننزل الرف اللي احنا رفعناه فوق ده ونخليه في النص، وبعدين بنولع الشواية على درجة حرارة هادية. ما تخلوش الشواية على درجة حرارة عالية علشان ما تتلسعش منكم من ناحية والناحية تبقى لونها لسه فاتح. اول ما البسكوت ياخد اللون الجميل ده بنخرجه من الفرن، لكن ما بنحركوش ابدا وهو في الصاجات وهو سخن علشان ممكن يتكسر ويتفتفت معاكم. بنستنى لما يهدى خالص. انا عملت مقدار تاني نفس المقدار ده ونفس المكونات، لكن بدل جوز الهند انا ضفت فانيليا البرتقال. دخلته على الفرن وسويته بنفس التسوية اللي احنا قلناها من شوية، وخرج بالشكل الجميل ده. شايفين البسكوتة قد ايه جميلة، والرسمة بتاعتها ما اتلخبطتش ولا اي حاجة، واضحة علشان احنا ما كترناش البيكنج باودر. فما تكتروش البيكنج باودر عن ملعقة، لكن الملعقة دي صغيرة ومش هرمية. لو خليتوا الملعقة هرمية على فكرة هيفرش معاكم. كمان ما تكتروش المواد السائلة اللي احنا حطيناها، اللي هما 3 ملاعق من الحليب الدافية وملعقتين كبار من الزيت، عشان لو كترتوا المواد السائلة دي البسكوتة هتنشف معاكم. ده شكل البسكوت بعد ما رصيناه، طبعا شكله رهيب، عايزه اقول لكم طعمه وريحته رهيبه رهيبه رهيبه. اجمل بسكوت ممكن تعملوه في اي مناسبه، سواء في العيد او في المناسبات العاديه. فعلا الطريقه دي من اجمل الطرق اللي انا عملتها في حياتي. انا اكتر حد تقريبا عمل لكم وصفات للبسكوت، لكن الطريقه دي تفوقت فعلا عليهم كلهم. انا من فتره طويله مستقره عليها وخلاص كده، انا ما بغيرهاش ابدا ابدا. شايفين البسكوتة قد ايه دايبة وناعمة، يعني فيها نعومة جميلة كده من جوه، ومن بره بتكون فيها سنة قرمشة بسيطة خالص، يعني بمجرد ما بتضغطوا عليها بتبقى ناعمة كده وبتتفتفت في الحال. البسكوت ده على فكرة طعمه زي البيتي فور بالظبط، اي حد هيدوقه فعلا لازم هيسألك على طريقته. بنحتفظ بالبسكوت ده في علبة بلاستيك تكون محكمة الغلق، لكن ما بنحطوش في العلبة غير بعد ما يهدى ويبقى بارد تماما. ما ينفعش تحطيه في العلبة وتغطيه وهو لسه سخن علشان طعمه ما يتغيرش. بتمنى من كل قلبي وصفتنا تكون عجبتكم ونالت رضاكم. انا هستنى اشوف رأيكم في الكومنتات، ونفسي فعلا تجربوا الطريقة دي لانها من اروع الطرق اللي انا جربتها في حياتي. اعملوا بقى لايك كتير للفيديو علشان الناس كلها تجرب الطعم اللذيذ ده. بحبكم جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين.